ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل لكم ريفيو لروايه النهش للاستاذه شيرين هنائي. والريفيو ده قررت ان هو مش هيكون مكتوب، هيكون فيديو. لماذا؟ لان انا شعرت ان هذه الروايه تستحق الكثير والكثير من الكلام، الا انا مش يعني ممكن اكسل اكتبه كله دلوقتي، وفي نفس الوقت انا مش عايزه انسى اي حاجه، لان انا لسه مخلصه الحمد لله الروايه النهارده. تمكنت الحمد لله بعد العيديات من تجميع اشتراك أبجد للوصول إلى الرواية، وبوجه صوتي دلوقتي لأبجد. يا أبجد، الاشتراك الشهري بقى أغلى من كيلو البانيه. الإنسان في العصر هذا الذي نحياه مش المفروض يتحط في صراع ما بين كيلو البانيه وما بين الاشتراك الشهري، وهذا نداء أوجهه لأبجد، ويا رب يستقبلوه بصدر رحب. بس نخش بقى على ريفيو الرواية. هيا بنا. الرواية يا سيدي ويا أستاذتي اللي بتسمعيني من نوعية أدب اللي هي الديستوبيا أو ما بعد المحرقة، بمعنى إن بيحصل حدث كبير في العالم. الحدث ده سواء بقى نيزك بيقع، وباء، ما كارثة طبيعية بتؤدي بينا إلى نهاية الحضارة بالشكل الذي نعرفه. وسبحان الله بنقرأ الرواية دي مع راجل برتقاني كان بيهددنا بنهاية الحضارة الساعة 3 الفجر النهاردة، وأنا بسجل الفيديو حمدا لله وشكرا بعد اتفاق الهدنة وفتح مضيق هرمز وإردارات الشيئين كلها هتوصل. فالمهم ان احنا بقى بدل ما نعيش الأجواء دي واقعية، يا رب ما نعيشها، ممكن نعيشها في هذه الرواية. اول حاجه في الروايه دي ان انا حسيت بالاضافه الى ان هي روايه بتتكلم عن الديستوبيا او عالم ما بعد المحرقه، ان هي كمان عامله زي ما يسمى بالفيفر دريم، اللي هو الحلم اللي بتحلمه لما، والعياذ بالله الف بعد الشر عنكم يعني طبعا، لما تكون مصاب بالحمى خليط من الهلوسه والكوابيس العجيبه اللي فيها كل شيء مش منطقي، وتكون كوابيس فيفيد يعني حيه كده، وبتحس ان هي بتحصل فعلا. سوري. وبتحس ان هي كوابيس بتحصل فعلا وانت مش قادر تتحرك ودماغك مشلولة. انا كنت بقرا احداث الروايه وشايفه احداثها كلها بعين الخيال تحت فلتر احمر كده، مش الفلتر الاصفر المكسيكي البرتقالي، لا، كأن الاحداث بتدور حرفيا في وسط نار مشتعله، وحاسه بالحر والعرق اللي الشخصيات كلها فيها، وحاسه ان الشخصيات كلها بتتحرك ببطء المرعب اللي بتتحرك بيه الكائنات المرعبه في الاحلام، اللي هو حتى في مشاهد هجوم القطعان المصابة بالفيروس في الرواية. الموضوع كنت بحسه بالرغم ان مكتوب ان بيتحركوا بسرعة، لا، انا حاساهم بيتحركوا ببطء بس هيوصلك، انت عارف انت مش هتقدر تهرب منه. بالمناسبة انا وانا بتكلم هحرق شوية من احداث الرواية، فلو انت حد مش بيحب انه يقرأ الرواية وهو محروق له حاجة منها، فممكن تمشي وبعدين تتفضل تجيلنا تاني وتشوف الريفيو يعني. بس كبادئ عشان ما يعني اقول لك الرواية كانت حلوة وانا استمتعت بيها، ولكن هي اجواء كابوسية شديدة جدا. تمام. نرجع بقى للكلام عن الرواية. ايه كمان، فبقولت لكم ان انا بحس بحالة الفيفر دريم دي كانت في الرواية دي برضو. هقول لكم هي سبحان الله خوفتني جدا. يعني انا مثلا زي السنه دي كنت قريت روايه ذا ستاند المواجهه لستيفن كينج، اللي هي كانت برضو ترجمه استاذه شيرين. وبالرغم ان انت برضو بتتكلم عن وباء بينهي العالم والكثير من يعني القيء والرعب والحاجات دي كانت موجودة، انا ما شعرتش بالخوف والاشمئزاز زي الرواية بتاعت النهاردة. ليه؟ الرواية بتاعت ستيفن كينج يعني هي مكتوبة في أجواء أمريكية، فلأنها مكتوبة في أجواء أمريكية برضو انت في زي حاجز نفسي كده جواك بتقول لا، مش هيحصل، مش هنا،
لكن لما بتشوف الشخصيات المصرية شديدة الأصالة والمكتوبة بدقة، واللي انت عارف هو ده رد فعل الرجل المصري في مواجهة الأزمة دي، يعني ردود الأفعال والتخوف والشك وكده يعني. ياه، لا لا، هيحصل او مش هيحصل والعياذ بالله يعني، بس لا ممكن انت في دماغك بيجي هذا الوسواس. الشخصيات اللي في الرواية عندنا ياسر، وياسر ده مكتوب بشكل حلو قوي، فكرني بالراجل البوسطجي في رواية البوسطجي. ليه؟ في مشكلة عندنا إلى حد ما، إن في المناطق اللي هي النائية جدا، اللي هي بيقول لك حلايب وانا مستبعد عليا. فانت لما تعوز تعاقب موظف، سواء الموظف ده مهندس خايب، سواء الموظف منطقة أبعد، وده غلط. يعني ليه؟ لأن انت يعني المنطقة هي أصلا بتعاني من سوء، فانت بتبعت لها حد مش كويس، طيب ما هو كده هيروح هيزود سوء المكان. ده مش عقاب حد مش موظف مش كويس، افصله حد، لكن مش تحطه في مكان تاني وحش. انت يا رب تكونوا فاهمين قصدي، يعني انا مش بنقد حد، بس يعني بفهمكم وجهة نظري. بس فايه كمان فايا كان بقى الموظف ده رايح عشان هو متقدر من الاخر وبيبعتوه في حتة في اخر الدنيا، فهو بيروح وهو مش حابب يخدم الناس دي ومش عايزهم، هو كارههم ومتقدر ومتضايق ومش حابب الناس دي، فالناس دي كمان مش هتحبه. ليه كمان؟ لان الناس دي بسبب يعني المكان اللي هم فيه وليهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة. اللي جاي ده بدل ما يحاول يفهم او زي ما يقولوا to open his mind علشان يفهم العادات والتقاليد بتاعة الناس دي، بحيث ان هو ما يصطدمش بيها في محاولته لتحسين الوضع، لا هو برضو بيكش على نفسه، هو جاي يقضي التجديرة اللي هنا الشهرين 3 ولا السنة لحد ما يشوف واسطة تخرجه. وده حتى مش في حلايب وشلاتين، في اماكن كتيرة يعني في مصر، حتى في القرى البسيطة يعني. فده اللي انا شفته في فيلم البوصلجي وكان بيخليني احبه، وشفته في شخصية ياسر. وكمان اللي زود نقم ياسر هنا في الرواية ان هو ما كانش حد وحش، هو بس اصطدم في واقعة فساد او حاجة فتم يعني ابعاده، فعشان كده هو مش حابب الناس دي. كمان بقى عجبني في هذه الرواية، و يعني اتمنى ما حدش يزعل مني، دايما الروايات بتاعت أدب ما بعد المحرقة بتتكتب دايما من وجهة نظر رجالية بحتة، اللي هي الميل جيز. فتلاقي في الأحداث حتى في الأفلام الأجنبية، أنا مش بقول على هنا، في الأفلام الأجنبية الهوليوودية، كل الهدف ان يبقى فيه البطل الخارق اللي هو هينقذ شوية الستات دي كلها، والبطلة هي عبارة عن دجاجة مسعورة قفشة فيه عيني، وهو الوحيد بقى اللي بيقعد يفكر، وعنده بتدور في دماغه افكار فلسفيه عن ايه اللي وصلنا لهنا، ويا ترى شكل المجتمع هيبقى ايه، وبيقسم الناس كلها سياسيا واجتماعيا وانت هتروح تجيب لنا الميه، وانت هتروح تهجم على معسكر الاعداء، وهي قاعده يا عيني تنظر له في حب وهيام بقى، لا بتاكل ولا بتشرب، وشعرها الشعره جنب الشعره. الحمد لله ان انا ملقتش الكلام ده في الروايه دي. تم تمزيق صورة البطل ونهشها بمعنى ايه؟ ان جاب لنا رامي، يعني رامي ده مفيش كان في الرواية دي بطل لوحده، الناس دي كلها بتحاول وبتسعى ان هي تخرج من الوضع اللي هي فيها، سواء ميكيل، سواء رامي، سواء الاستاذ ياسر نفسه، يعني اللي تدمرت مخططاته. فالشخصيات كلها بتحاول تنقذ، مفيش صورة المنقذ البطل دي اللي بتبقى مستفزة جدا. ولأول مرة بنشوف ان الست اللي في الرواية دي هي مش حبيبة البطل 24 ساعة، ما كانش فيه قصة ما بين سارة ورامي، قصة بسيطة، لكن كان التركيز يعني الأكبر على شخصية صوفيا ومخاوفها
الشخصية، وبنشوف هي اصلا من زمان ايه اللي حصل لها وخلاها تبقى بالشكل ده، بالخوف ده، بالرعب ده. وبالمناسبة انا اعتقد ان صوفيا دي مريضة وسواس قهري، وعندها وسواس قهري ديني ووسواس قهري عذرا في اللفظ، يعني وسواس قهري جنسي. يعني وده اللي بيخليها كل ما تقرب من الراجل، وده طبعا بسبب خطأها القديم او ما حدث لها زمان، اللي انا يعني ما تقدرش تفهم هل هي كانت مشاركة في الموضوع ولا هي تم الاعتداء عليها ولا ايه. ولكن ده اللي خلاها تبقى في حالة دايما تخوف من الآخرين، وان هي اي حد يكلمها بشكل او ما هي عايزة تثبت له لا، ست محترمة جدا ومش عارف ايه. وده اللي مخلي عندها صعوبات في محاولة الصلاة، اللي هي حاسة نفسها مش نظيفة طول الوقت، فهي مش عارفة تصلي. ده يعني احييكم عليه، يعني ان انتوا جبتوا لنا ان في شخصية نسائية في نهاية العالم عندها هم غير ان هي تحب البطل، وعندها مشاكل وعندها ناس بتدور عليها، اللي هو ابنها إدريس. فأنا عجبني جدا الموضوع ده. يعني نتمنى المزيد من الشخصيات النسائية في كل حاجة. ولا ده مش يعني أنا مش بقول والله لما أطلب تكون شخصيات نسائية في أكتر حاجة، لا يعني أكتر مش حاجة والله. الشخصيات الرجالية واخدة كل حتة، يعني مش قصدي أقول حاجة يعني. الحمد لله. ايه كمان؟ اللهم صل على النبي. استنى ابص في الورقة. اه ايه تاني؟ رمزية الاسماء. انا في اسماء طلعتها، يعني صوفيا مثلا هي الست الحكيمة، بس للاسف الحكمة في وقت زي ده مش ما نفعتش، والناس كلها مجنونة وبتنهش في لحم بعض. هتعمل ايه الحكمة؟ في ميكيل اللي عرفت اسمه، هو الاسم ومعناها برضو الرجل الكنسي، وده كان باين في دور ميكيل ان هو طول الوقت يعني هو اللي بيحاول ينقذ الجميع بحكمته. وعجبني برضو ان هو جابوله تاريخ، يعني عجبني قوي ان كل الشخصيات، بس ناقص شخصيات بسيطة يعني قديمة، شخصيات ثانوية معرفناش ايه يعني كان، اللهم صل على النبي، ايه تاريخها. ان احنا عارفين تاريخ كل الشخصيات، بس يا استاذة شيرين كان نفسي اعرف اكتر عن سليمان ورفعت. سليمان ده بالذات انا كنت عايزه اعرف وراه ايه، لان انا حاسه كده كانك مش مظبوط ياض، الراجل ده فيه حاجه مش مظبوطه. بس هذا ما عجبني في هذه الروايه. وايه كمان؟ انا عايزه اتاكد ان انا منسيتش اي حاجه من ايه اللي قريته. اه عجبني كمان الكلام عن وسط المثقفين، اللي هو كان وصفه واختيارهم لنجيب سرور بالقصائد بتاعته ان هو يتكلم عن الموضوع ده. نجيب سرور ده انا يعني عمري ما كنت اعرفه في حياتي لحد الجامعة، وعرفت يعني كذا قصيدة ليه يعني، ورواية كانت بتتكلم عن حياته، كانت من تأليف طلال فيصل. وشخصية يعني سبحان الله تبان ان هو ال... الشخص المثقف الحقيقي اللي جاي يهزم الصورة النمطية بتاعة مدعي الثقافة، اللي هم زي سليمان ورفعت وسارة، اللي هم مثلا يعني يرتكبوا أفعال مش كويسة بدعوى إن ده تحرر. وهم مثلا يعني عندك مثلا سليمان ورفعت دول كانوا مدعين ثقافة، وقال عاملين ايه اللي هو مكان عشان الكتاب يجتمعوا فيه وبيكتبوا وبتاع، وهم اصلا يعني ليهم نوايا سيئة وليهم أغراض أخرى من هذه الأماكن، بل وبينظروا للستات اللي بيكتبوا نظرة مش كويسة. وده من الحاجات أعتقد اللي بتواجه الستات في مجال الكتابة في مصر، أو في مجال أي محاولة بقى للانضمام للوسط الإعلامي أو الكتابة. يعني دايما بينظر لها على ان هي ليها ست ليها غرض ما، غرض اخر. وده اللي حصل في صوفيا، يعني ان الناس مجرد ان هي قالت لهم انا رايحه مكان بكتب فيه، وصفوها بان هي
امرأة منحلة وماشية على حل شعرها عشان هي عايزة تروح بس تكتب في مكان بعيد. فلو تعرضت هي بقى لمحاولة يعني تحرش أو سآلة من حد، لو هي حاولت تشتكي او تعبر عن اللي حصل لها، دايما اول حاجه طب وانت ايه اللي وداكي هناك، وانت ايه اللي خلاكي تعملي كده، رغم ان هي ممكن تكون يعني انخدعت في زي والراجل ده كان خدعهم تحت اسم جايزه كبيره عشان يروحوا له. بس وطبعا في الروايه طبعا فكره اللي هي نهايه العالم. وبرضو من الحاجات اللي في الروايه دي اللي هو فكرة سكوتك على خطأ غيرك بدعوى وانا مالي ومش عارف ايه، هل ده شيء يستوجب ان انت تعتبر نفسك من المشاركين في هذا الخطأ؟ هل احنا لازم حتى لو شفنا وقعة خطأ او ظلم بيقع على حد او فساد احنا لازم نوقفه؟ عجبني كمان من الحاجات اللي اتناقشت، مش عارفة قلتها ولا بس هقولها في الرواية دي، اللي هي فكرة العنصرية. احنا للأسف بنتعنصر على بعض بشكل مش حلو. يعني قهراوي يتريق على الفلاح مثلا اسكندرية يقولوا على بعض على باقي المواطنين فلاحين وجايين يصيفوا. حتى في الرواية نفسها البنت اللي كانت هيقوم فرحها وبعدين اكتشفوا ان هي حامل من شخص اخر، كان تم رفضه لا لشيء سوى ان هو بني ادم فقير يعني. حتى حماد الشبلي نفسه ليه هو كده؟ لانه تم رفضه من المجتمع اللي هو فيه. فدي فكرة برضو عجبتني، ان احنا لازم يعني نبطل نفكر بطبقية، وكل مجتمع بيخلق عدة طبقات جواه بتتعنصر على بعض، والرجالة تشوف الستات ما بتفهمش وحاجات كده. فده برضو من الحاجات اللي عجبتني في الرواية. بس كده. اخر حاجة بقولها عن الرواية دي ان الرواية دي حسيت ان هي فيها تطور حبة عن روايات لاشين، وكمان فيها حاجة ان هي مش زي روايات هي في اجرأ في مش اجرأ بحاجة وحشة، يعني اجرأ في الوصف العنف وكده يعني. فاذا كنت انصح مثلا بروايات لاشين لناس ان هما المراهقين او اليونج ادلت، لا دي الرواية دي انا افضل اللي هيقراها يكون حد كبير. كمان هي مش رواية خفيفة، مش تقدر تقراها الا اذا كنت مركز. انا كنت هقراها امبارح بس ما يعني بصراحة ما فوجئت بان لا هي عايزة حد فايق كده ومركز، فقفلتها وكملتها بإذن الله النهاردة. وخدت مني وقت طويل لان الرواية مليانة احداث، وكل شوية انت بيبقى معاك جماعة والجماعة دي يعني تنقسم وتسيب بعض ويرجعوا تاني وكده، وفي الأحداث كلها بتمشي في خطوط موازية، انت لازم تبقى مركز. بس وآخر حاجة بقولها كما قال الشاعر فؤاد حداد: الناس بتاكل بعض مش واكل. باي باي. حاجة أخيرة أحب أسجلها: لو انت من الناس اللي عايشة في الأرياف، خد الرواية دي واطلع بيها في وسط يعني الغيط أو المكان اللي جنبك، أي مساحة ريفية، ويا سلام لو فيها مواشي بقى، صدقني ده الأتموسفير العام بتاع الرواية.